أهلا بيكي في مساحتك الرايقة في بودكاست رايقة مع سماح حماد. النهاردة حلقتنا مختلفة، وده لأن داخل علينا أجمل وأعظم شهور السنة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ينعاد علينا جميعا بالعافية والخير والبركة في كل حياتنا. أول ما أسأل أي ست مستعدة لرمضان تضحك وتقولي أيوة طبعا الحمد لله، نظفت البيت، علقت الزينة، خزنت الأكل والشرب، خططت للعزومات، وكمان حددت المسلسلات اللي هتفرج عليها. فارجع واسألها وأقولها حلو قوي كل ده وجميل، بس أنا بسألك جهزتي نفسك لرمضان؟ والسؤال هنا كمان ليكي، يا ترى جهزتي نفسك لرمضان؟ احنا تربينا وتعلمنا اننا نستعد لرمضان بالطريقة اللي انا قلت عليها في المقدمة. قليل جدا اللي اتعلم يستعد لرمضان من جواه. رمضان مش مجرد صيام عن الأكل والشرب، رمضان مش واقفة طول النهار في المطبخ بنعمل ما لذ وطاب من الأكل، ولا ضغط في العزومات، ولا زحمة في الشوارع وسهرات الخيام الرمضانية. كل ده جميل وحلو، بس مش هو ده روح رمضان ولا الرسالة ليكي من الشهر الكريم. روح رمضان أهدى من كده بكتير. رمضان بيعلمنا نكون في حالة سكون وهدوء، مش الدوشة اللي برا ولا اللي جوه. رمضان بيعلمنا ازاي نقعد مع نفسنا ونتواصل بيها روحيا مع ربنا، وانك تستشعري الأمان والطمأنينة ووجود الله في قلبك. رمضان بيقولك تعالي خدي أجازة عندي، تعالي اسكتي شوية واسمعي نفسك وافتحي قلبك لرب العالمين. رمضان مش شهر الضغط، رمضان شهر الطبطبة. من خلال حلقتنا النهاردة تعالي نبدأ مع بعض رحلة الاستعداد الحقيقي، مش تجهيز البيت لكن تجهيز القلب. وعلشان نجهز القلب لازم نفهم إن الروقان في رمضان مش رفاهية، ده عبادة. جربي رمضان السنة دي يكون ديتوكس لعقلك. افصلي الفيشة من الدوشة والسوشيال ميديا اللي بتاكل طاقتك وتستنزف روحك. خدي حقك، جسمك وقلبك لهم الحق الكامل في الراحة والأمان. اسألي نفسك أنا محتاجة إيه في رمضان ده؟ سلام داخلي، بداية جديدة، ولا أحضن روحي عشان أهدى من جوايا؟ انتي تقدري توصلي للروقان ده لما تخصصي ساعة روقان ليكي لوحدك قبل الفجر أو قبل المغرب. اتكلمي مع ربنا بلغة قلبك البسيطة، احكي له عن تعبك واطلبي منه انه يروق بالك وقلبك. بركة حياتك دايما بتبدأ من قربك وكلامك مع الله. رمضان 30 يوم. استغلي رمضان لإعادة برمجة عقلك وبداية تغييرك للنسخة الأفضل منك. رمضان مش جاي يزود علينا الحمل ولا الضغط، رمضان جاي يقلل الحمل اللي احنا شايلينه لوحدنا. وبما إننا هنقعد 30 يوم بنظام مختلف، فدي أحلى فرصة نبرمج فيها عقلنا على الهدوء والروقان. برمجي عقلك على الهدوء. لو انت عصبية أو بتتحمقي بسرعة، اعتبري رمضان ده هو اللايف كوتش بتاعك. كل ما تحسي بضغط قولي لنفسك اللهم إني صايمة. الدعاء ده فرامل لعقلك عشان ما يدخلش في نوبات الغضب. قاعدة 1%. انت تقدري تتبني عادة واحدة بس يومية زي الامتنان. كل يوم قبل ما تنامي اكتبي 3 حاجات حصلت في يومك وشكرت ربنا عليها. بعد 30 يوم عقلك لوحده هيبدأ يدور على الإيجابيات في حياتك حتى لو كنت في وسط المشاكل. طيب ازاي أتواصل بوعي مع شهر رمضان؟ التغيير الحقيقي بيحصل لما نستشعر عظمة الشهر الكريم وروحانياته في قلوبنا. بدل ما نتعامل مع رمضان كأنه تسميع منهج، صليت كام ركعة وقرأت كام جزء، خلينا نتعامل معاه بحب. العبادة بالحب. لما تقفي تطبخي احتسبي ده إطعام صائم. بدل ما تزهقي من وقفة خليها وقت ذكر، ده هيحول طاقتك من الضيق للبركة. ربنا مش مستني منك سفرة مليانة أكل، ربنا عايز قلبك يكون حاضر، لأن رمضان جاي يخفف عننا مش يرهقنا.
وصلنا لنهاية حلقتنا. خلي رمضانك السنة دي يكون مختلف، مش في شكل السفرة ولكن في شكل قلبك وحياتك. خليه شهر ترجعي فيه لنفسك وتقولي للحياة كلها سكوت، أنا راجعة لنفسي وراجعة لربنا. استمتعي برمضانك وخليكي فاكرة لما روحك بتهدى كل حاجة حواليكي بتنور. دي كانت حلقتنا النهاردة، ولو الحلقة دي لمست قلبك شاركيها مع ست زيك محتاجة تسمع الكلام ده. أشوفكم الحلقة الجاية ورمضان كريم علينا جميعاً.